السلام عليكم حبايبي واهلا وسهلا فيكم. اليوم مع بعض رح نعمل صينية بيتزا. خلينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. اول شي بننزل نص كوب ماء دافئ، معلقة خميرة فورية او ظرف خميرة فورية، وربع كاسة زيت زيتون اذا ما موجود زيت نباتي. بنضيف لهم معلقتين سكر، وبنحركهم مع بعض. وهلا لنعجن رح ننزل الطحين. انا حطيت كوبين طحين، رشة ملح، ومنبلش نعجن العجينة. طبعا هاي المقادير لصينية بيتزا وحدة، إذا بدكن أكتر فيكن تضاعفوا المقادير. بنعجنها كتير منيح لحتى تبطل تلزق وتصير عنا العجينة ناعمة. طبعا حسب الطحين اللي عندكن بجوز يحتاج سوائل أكتر أو أقل. بعد ما بنعجنها بنغطيها وبنتركها لحتى تختمر معنا العجينة. أنا ما تركتها كتير، حوالي ساعة بس. هون رح نفرم صوص البيتزا. أنا فرمت 4 حبات بندورة محضر الطعام. إذا ما موجود عندكم هاي الفرامة فيكن تبشروهم بشر. ونزلت كم سن توم وبصلة يابسة، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة بهار، وبنفرمهم مع بعض وبنرجع لكم. بعد ما فرمناهم رح ننزل نص فنجان زيت زيتون، بنحركهم مع بعض وبننزلهم بالطنجرة أو بالطواي. معلقة كاتشب، بنحركهم منيح لحتى يتعقدوا معنا، وبنطفي تحتهم. بنفرد العجينة وبنرقى. فيكن تفردوها بقلب الصينية مباشرة. أنا حطيت بصينية الفرن ورقة زبدة. إذا ما موجود عندكم ورق زبدة دهنوها بالزيت والطحين. وبنفرد العجينة بشكل دائري، بنشيل من عليها الطحين وبننزلها بالصينية. بنعملها حرف من عند حراف الصينية بهالشكل لحتى الصوص والجبنة ما يجوا على الصينية وتحترق. ومثل ما شايفين بنبخشها هيك بالشوكة أو بسكينة، وبننزل الصوص ندهنه على العجينة. وبننزل الإضافات فوقها. طبعا فيكن تضيفولها صدر دجاج، فيكن تضيفولها لحمة مقلية، فطر، بصل، مثل ما انتو بتحبوها. أنا نزلتلها بس جبنة حلوة وفليفلة خضرة وحمرة بكر، وحطيتلها سجق. فيكن تضيفولها زيتون أخضر عطون. وآخر شي نزلت جبنة الموزاريلا. رح أتركها ترتاح حوالي ربع ساعة لنص ساعة، وأشغل الفرن قبل 10 دقايق من تحت بس. بندخلها على الفرن وبعد 10 دقايق بنشغل من فوق ومن تحت. وهيك صارت عنا البيتزا جاهزة. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. بتمنى تشتركوا بقناتي إذا لسه ما اشتركتوا، وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد.
شكرا كتير لكم، وبنلتقي إن شاء الله بفيديو جديد ووصفة جديدة، وبترككم بأمان الله.